ازاي نحافظ على حاجات الجلد بتاعتنا. انا ندى your personal stylist. كتير قوي بيبقى عندهم مشكلة انه بنخلص الشتاء بنشيل حاجات الجلد بتاعتنا، الجاكيت، البنطلون، الجيب، ايا كان حاجة جلد عندنا، بنيجي الصيف يخلص وننزل الحاجة الشتوي بتاعتنا وبنلاقي انه الجلد حصل فيه ان هو اتشقق او اتقطع او اتقشر. اوكي، النهارده هقولك ازاي نحافظ على الجلد بتاعنا. طيب مبدئيا انا هعمل اكزامبل كده على الشنطه، بس هنطبقها على كل القطع اللي عندنا في الدولاب. اولا الشنطه بتيجي بداست باج، حتى لو هي ما جاتش بيها يستحسن ان احنا نعمل لها شنطه كده نحطها فيها، ولازم تكون مصنوعه من القطن. اوكي، هنجيب ايه؟ هنجيب الفازلين من الاجزخانه، وده موجود متوفر جدا مصري. ده ليكويد شويه، تحسوا ان هو سائل، وده اللي هو الكريم اللي كلنا عارفينه. وهنجيب قطنه، مش مطلوب مننا اكتر من كده. هنمشي على كل القطعة الجلد، انا هنا بتكلم على كل حاجة مش بس شنط، بس هنمشي عليها كلها، والاطراف والحتت كمان اللي في الجنب. يعني مثلا بقول الحته اللي في الجنب هنا في الشنطه، طب لما هنيجي عند الجاكيت هيبقى الياقه بتاعتها نخلي بالنا منها قوي. الكوع مثلا بتاع الجاكيت عشان دي حته بتتني نزود عليها شويه الكريم، وهنحافظ عليها جدا جدا. اولا ما نقفلش بقى بعد ما حطينا الفازلين عليها كلها، ما نقفلهاش على طول، نسيبها شويه تتهوى. ما ننساش نعمل كمان اللي جوه الشنطه، يعني حتى الحاجات اللي جوه، لو السلسله بتاعتنا زي دي مثلا وفيها حته جلد، برضو ما ننساش ان احنا نعملها. الحته الرفيعه دي بتتقشر اصلها بسرعه، احنا في مصر الجو عندنا حر قوي في الصيف، فالجلد ما بيستحملش. عارفين جلد القماش هو زي الجلد بتاعنا، بنبقى محتاجين دايما ان احنا نرطبه. طيب هنيجي كمان في طريقه التخزين، ما احطش ابدا حاجات جلد جنب بعض، يعني ما علقش جاكيتاتي الجلد كلهم جنب بعض. دايما يا اما هعمل لهم كفر، وكفر ده على فكره ممكن يكون تي شيرت واسعه معموله من القطن، او اشتري الكفرات القطن. بلاش الكفر يبقى كيس بلاستيك، او الكفر اللي هو التقيل قوي اللي هو بيمنع دخول الهواء، لانه الجلد برضو بيحتاج يتنفس. فانا اعمل له كفر قطن، او تي شيرت واسعه حاجه قديمه عندي مثلا، هو ده اللي احطه على الجلد. او انه يبقى ما بين كل حاجه جلد والتانيه يبقى فيه قطعه خفيفه قطن في النص. الشنط كمان ما رصش الشنط في الدولاب كلهم جنب بعض واسيبهم كتير، لازم من وقت للتاني برضو اطلعهم واهوي الشنط بتاعتي. اعمل كده برضو في الجزم بتاعتي، انه دايما انضف الجزم بتاعتي بعد كل خروجه. ومن وقت للتاني حتى في نص الصيف ممكن قوي برضو نستخدم القطنه بتاعتنا الفازلين، نمشي عليها نطري الجلد، ما نسيبش الجلد يبقى ناشف قوي وبعدين نقول الجلد بتاعنا قشر. سألت السؤال ده كتير جدا جدا، دايما بتسأله من الستات، بتبعتولي صور جاكيتات بتبقى زعلتوا قوي عليها. وعلى فكرة مش معنى انه هي جلد طبيعي فتقولي لا اصل هي جلد طبيعي ازاي تقشر. لا، مش معنى ان هي جلد طبيعي ان هي مش هتقشر، مش بس الجلد الصناعي. طيب هنعمل كده في الجلد الصناعي والجلد الطبيعي؟ هنعمل كده فيه. طبعا بيبقى فيه خامة كده عارفين زي بلاستيك شوية او فينيل، لا دي مش هنعمل فيها كده، لان دي مش هتستقبل اصلا الكريم، ما عندهاش مسام ان هي تستقبله. بس هنعمل كده في كل الجلود التانية اللي عندنا، سواء لبس سواء شنط او جزم.